النهاردة هنتكلم عن موضوع شيق جدا، عملية التحديث الكبيرة لملعب فاس في المغرب. ازاي الملعب ده تحول وبقى معلم مهم بيجمع بين الجديد والقديم؟ فعلا التحول ده كان ملحوظ جدا. المصادر اللي معانا بتدينا تفاصيل كتير عن التغيير المدهش ده. هدفنا هنا اننا نفهم اكتر ايه التقنيات الجديدة والتصميمات الذكية اللي خلت الملعب ده بمستوى عالمي، وخصوصا فكرة الموازنة بين الحداثة والتراث دي. بالظبط. طيب خلينا نبدأ كده ونتعمق في تفاصيل المشروع ده. أساليب البناء نفسها شكلها كانت مبتكرة قوي. أكيد الابتكار كان واضح من الأول خالص، يعني مثلا استخدام الهياكل المعدنية الذكية اللي اتصنعت بره الموقع الأول prefabricated، دي كانت خطوة أساسية. ودي فادت في إيه بالظبط؟ السرعة بس؟ مش بس السرعة، لا، هي بتضمن كمان دقة عالية جدا في التركيب، وده كان ضروري عشان يلتزموا بالجدول الزمني الطموح للمشروع. أي تأخير كان هيبقى مكلف. مفهوم. ده غير التنسيق الهندسي واللوجستي اللي أكيد كان مطلوب. طبعا دقة عالية جدا مطلوبة في الحالات دي. المصادر كمان ذكرت استخدام مواد بناء صديقة للبيئة زي الخرسانة الخضراء. دي مهمة إزاي؟ أهميتها كبيرة، مش بس عشان بتقلل البصمة الكربونية للمشروع، وده هدف مهم لوحده طبعا. أكيد. لكن استخدام خرسانة فيها 30% مواد معاد تدويرها في مشروع ضخم زي ده بيعتبر التزام واضح بالاستدامة، وبيدي رسالة قوية إن الممارسات البيئية ممكنة في البنية التحتية الكبيرة. والتحدي هنا بيكون في الجودة طبعا. بالظبط، لازم يتأكدوا إن جودة الخرسانة دي وأدائها ممتاز على المدى الطويل. ده محتاج اختبارات ومعايير صارمة جدا. طيب ده بالنسبة للأساسات. قريت كمان عن نظام عزل حراري وصوتي متطور وواجهات زجاجية خاصة. الواجهة الزجاجية اللي بتقنية لاميتد جلاس دي مقاومة للزلازل. ازاي بقى العناصر دي بتساهم في التجربة الكلية؟ شوفي، تقنية الزجاج المصفح دي معناها إن حتى لو الزجاج اتكسر، الطبقة اللي في النص بتمسكه فمش بيقع ويتفتت. ده بيزود الأمان بشكل كبير، خصوصا في الأماكن اللي فيها زحمة. تمام. وغير كده الواجهات دي مع أنظمة العزل الكويسة اللي من ألياف زجاجية وبوليمرات مقواة بتحسن قوي كفاءة الطاقة، بتقلل الحاجة للتكييف أو التدفئة، وكمان بتخلي الجو جوه أهدى وأريح للجمهور. استثمار بيأثر على تجربة الناس وتكاليف التشغيل كمان. بالظبط. نيجي بقى للنقطة اللي بتهم الجمهور بشكل مباشر، تجربة المشجعين نفسها. 4 شاشات عملاقة، كل واحدة 20 متر مربع وبتقنية 4K HDR LED. ده كلام كبير. فعلا مبهر. والشاشات دي لما تشتغل مع نظام صوت محيطي بيوزع الصوت بوضوح في كل المدرجات، بتنقل التجربة لمستوى تاني خالص. مش مجرد بتتفرج على الماتش وخلاص؟ لا طبعا، بتبقى تجربة غامرة كأنك جزء من الحدث. التقنيات دي بقت أساسية في الملاعب الحديثة دلوقتي. طيب والراحة الجسدية، المقاعد شكلها اتغيرت؟ جدا. المقاعد الجديدة مريحة، معمولة من بولي بروبيلين بيقاوم العوامل الجوية، ومبطنة بإسفنج كثافته عالية. وحتى مقاعد الVIP فيها تطوير؟ مقاعد جلد وبتتعدل، وفيها شاشات صغيرة مدمجة عشان الإحصائيات وكده. التفاصيل دي بتفرق أكيد. بتفرق كتير. توفير الراحة ده سواء في المقاعد العادية أو الأماكن المميزة بيخلي الملعب يجذب ناس أكتر، مش بس جمهور الكورة التقليدي. ممكن يجذب عائلات وشركات كمان؟ بالظبط. ده توجه عام دلوقتي، إن الملاعب تبقى أماكن ترفيهية متكاملة، مش بس مكان للماتشات. نقطة تانية لفتت نظري جدا هي التركيز على سهولة الوصول والشمولية. تخصيص 10% من المقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحدرات ومصاعد وأرضيات إرشادية للمكفوفين وحمامات مجهزة. شغل عالي بصراحة. وهو كذلك فعلا. ده مستوى اهتمام بالتصميم الشامل بيعكس وعي كبير بأهمية إن التجربة تكون متاحة للكل بشكل آمن ومريح. دي ما بقتش كماليات. لا خالص، دي بقت جزء أساسي من المسؤولية المجتمعية لأي مشروع عام كبير. وده بيخلينا نفكر، إيه المعايير اللي المفروض كل المرافق العامة الحديثة تلتزم بيها عشان محدش يحس إنه مستبعد؟ سؤال مهم فعلا. طيب عملية الإنشاء نفسها، عرفت إنها كانت على مراحل. تطوير مرحلي عشان الأنشطة ما تتوقفش، واستخدموا كمان روبوتات للهدم بتتوجه عن بعد عشان الأمان، وتقنية البيم دي نمذجة معلومات البناء. ممكن توضحي دورها كان إيه هنا؟
البيم دي زي ما تقولي بنعمل نموذج رقمي 3D للمشروع كله بكل تفاصيله الهندسية والمعمارية والإنشائية. في مشروع معقد زي تحديث ملعب موجود أصلا دورها بيبقى حاسم. بتمنع المشاكل قبل ما تحصل؟ بالظبط، بتخلي التنسيق بين كل الأقسام دقيق جدا. لو في أي تعارض ممكن يحصل في التصميم، مثلا بين الهيكل الجديد والأساسات القديمة أو بين الكابلات والمواسير، بيكتشفوه على الكمبيوتر قبل ما يبدأوا شغل على الأرض، وده بيوفر وقت وفلوس كتير وبيحسن الجودة في الآخر. والتكنولوجيا وصلت حتى لأرضية الملعب نفسها بالعشب الهجين. صحيح، العشب الهجين ده بيجمع بين الطبيعي والصناعي عشان يستحمل اللعب الكتير. وفي نفس الوقت حافظوا على الأجزاء التاريخية زي بوابة الشرف. وده في رأيي أهم إنجاز في المشروع كله، القدرة على دمج أحدث التكنولوجيا زي البيم والروبوتات والعشب الهجين، وفي نفس الوقت الحفاظ على هوية المكان التاريخية وترميمها بمواد مناسبة زي الحجر الرملي المعالج. يعني بنية تحتية ذكية وبتحترم الماضي وبتخدم ناس كتير ومختلفة. تماماً. إذن خلاصة الكلام، إحنا شايفين ملعب اتغير تماماً بفضل التكنولوجيا الجديدة في البناء والتجهيز، مع تركيز كبير على تحسين تجربة الناس كلها وتطبيق معايير الشمولية. كل ده وهو بينجح يمزج بين الجديد والقديم. وهنا بقى النقطة اللي ممكن نفكر فيها أبعد شوية. هل الأسلوب المتوازن ده في تجديد الأماكن العامة الكبيرة اللي بيراعي التكنولوجيا واحتياجات كل الناس وكمان بيحافظ على التراث ممكن يبقى نموذج لمشاريع تانية أكبر في المنطقة؟ مش بس ملاعب، ممكن مباني ثقافية أو حتى مشاريع تخطيط مدن. فكرة مثيرة للتفكير. وإيه اللي ممكن نفهمه من الاهتمام ده اللي في نفس الوقت بيركز على أحدث التقنيات وعلى أعمق معاني الشمولية والوصول للجميع؟ هل ده بيقول حاجة عن مستقبل تطوير البنية التحتية العامة اللي بتخدم مجتمعاتنا بجد؟